يوسف دايو ضرب كرة لوتي عبد المجيد حسام مع نبيل عماد. سيد حميس ربحكم وراك لا فينال. نهض بركان يتلعب اليوم لا فينال. انتم اكيد غتكونوا تفرجتوا في النهايه ديال الزمالك ضد نهضه بركان اللي انتهى الماتش بفوز نهضه بركان ب2-1. المهم من بعد النهايه ديال المباراه الاعلام الجزائري اللي ما تسرطاتليش بان نهضه بركان انتصر ب2-1، خاصه وانهم كيقولوا بان القجع عنده يد في الكاف. المهم بعد هاد المباراه كما قلت لكم اللي كانت في المغرب باقي الاياب في مصر، المهم غنحاولوا نحلوا هاد المباراه ونناقشوها من جميع الجوانب ديالها، وكذلك ونشوفوا الاعلام الجزائري شنو قال على هذه المباراه. في المقابل ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس بيوصلكم اي جديد. البارح كانت المباراه النهائيه للكونفدراليه الافريقيه نهضه بركان ضد الزمالك المصري اللي كانت في المغرب، اللي انتصر فيها النهضه بركان ب2-1 انتظار مباراه الذهاب عند الزمالك في مصر. المهم هذه المباراة اللي انتهت ب2-1 لفائدة النهضة بركان، اللي كانت واحد المباراة حماسية خاصة، وكانت الهجمات متتالية من كلتا الطرفين، اللي في الشوط الأول قدر نهضة بركان بأنه يماركي 2 الأهداف. الهدف الأول من ضربة جزاء من طرف اللاعب يوسف دايو، وكذلك الهدف الثاني من طرف عادل الطاهر من ضربة زاوية. المهم هنا كيسالي الشوط الاول بانتصار كما قلت لكم نهضة بركان 2-0، بينما في الشوط الثاني ومع بداية الشوط الثاني وبالضبط في الدقيقة 45 كانت الزمالك مندفعة، خاصة وأنها تريد التعادل اللي قدرت تماركي مع بداية الشوط الثاني وبالضبط في الدقيقة 45 الهدف الأول ليصبح النتيجة 2-1 لفائدة نهضة بركان. بينما لاعب الزمالك الاسم ديالو جزيري، اللي خاصة وأن الجزائر قد تقول بأنه جزائري، كان هناك واحد الخطأ دفاعي من نهضة بركان، بينما كان الزمالك مندفع كذلك في الشوط الثاني، خاصة وهناك عدة هجمات متتالية ضد نهضة بركان، بينما نهضة بركان اللي كان كما كنقولوا خجول في الشوط الثاني مقارنة مع الشوط الأول. المهم بعد نهاية المباراة وانتصار نهضة بركان ب2-1 في المغرب في انتظار المباراة العودة في مصر، الإعلام الجزائري اللي خرج وانصادم، خاصة وأنه خرج بالأكاذيب ديالو المعتادة وكيقول بأن القجع يده طويلة في الكاف وأن القجع هو اللي دخل في المباراة، وبقى لهم غير يقولوا بأن القجع هو اللي ماركا الأهداف على الزمالك المصري. المهم كنا كنعرفوا بأن الإعلام المصري كله أكاذيب، خاصة وأن كيتحكم فيه الكبرانات، خاصة وأن الشعب المغربي كله كيعرفوا أنه يكذب، خاصة وأن القنوات ديالو كذب على الشعب الجزائري، بينما المغرب عارف الحقيقة ديالهم. المهم في انتظار مباراة العودة بين نهضة بركان والزمالك المصري في مصر، نتمنى الفوز لنهضة بركان وكذلك الفوز بالكأس الكونفدرالية الإفريقية. انتم كمتتبعين وكمشاهدين المباراة شنو بالكم في المستوى ديال نهضة بركان؟ واش فعلا يقدر يفوز على الزمالك ام هناك كما كنقول واحد المباراة اللي خجولة من نهضة بركان؟ هنا كيسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايك وتشتركوا في القناة ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة، اخوكم عادل.